استاذ عبد الله. الو. هلا والله. السلام عليكم. مساء الخير استاذ عبد الله. عليكم السلام. مساء النور. استاذ عبد الله، نادي النصر اليوم بث عبر مركزه الاعلامي اتفاق بينه وبين نادي القادسيه الكويتي على انتقال اللاعب بدر مطوع، متى سيتم التوقيع النهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه احب ارحب فيكم في الاخوه المشاهدين. اهلا فيك. طبعا الكل عارف ان نادي النصر السعودي كان في معسكر في دوله الكويت، وصارت المباحثات بين مدير النادي والامين المساعد النادي سريه من تقريبا 4 ايام. اليوم امين السر المساعد طبعا اجتمع مع اعضاء مجلس الاداره وطلبوا مدرب الفريق محمد ابراهيم ومدير الفريق ابراهيم المسعود، وتمت الموافقه على اعاره اللاعب بدر المطوع الى نادي النصر لنهايه الموسم ان شاء الله. طبعا اللاعب يعني يجهز بس اموره هني، احتمال الخميس يكون موجود في الرياض لتوقيع العقد ان شاء الله. متى راح يتم التوقيع؟ والله بالضبط هذه بين اداره الفريق النصراوي. انا اتوقع ان مدير الفريق راح يتصل في اللاعب وينسبون، بس اللاعب انا كلمته قبل شوي قال لي ان شاء الله الخميس، يعني احنا عندنا مباراه يوم الاربعاء مع كاظمه في الدوري. احتمال كبير انه يوم الخميس يسافر ان شاء الله. يوم الخميس راح يوقع التوقيع النهائي باذن الله تعالى. في الرياض ولا في الكويت؟ لا في الرياض. في الرياض ان شاء طيب. الله. النصر خاطبكم على تمديد فترة الإعارة بحكم أن النصر مشارك في بطولة دوري أبطال آسيا، ممكن النصر قد يستفيد من اللاعب في الفترة الأخرى أو فترة إعارة لمدة 6 شهور أخرى، ما ناقشكم في الموضوع؟ لا والله الكتاب اللي وصل بخصوص ان لنهاية البطولة الآسيوية اللي هي المرحلة الأولى فقط. المرحلة الثانية ما تم التناقش عليها لحد الآن، ما في يعني. طيب قيمة الصفقة كما وصلتنا أنها 100 أو 850 ألف دولار، حول المليون يعني. حول المليون تقريبا.